والله متأكد جميع لاعبي ريال مدريد بوسطه ونجومه كلهم حاليا بحالة حرج كبيرة بعد الأداء اللي قدمه لوكا مودريتش أمام نابولي. فبوقت كنا عم نشوف وسط ريال مدريد المليء بالشباب كانوا عم يسحبوا رجولهم بالديربي، لا عارفين يركضوا ولا يدافعوا ولا يمسكوا كورة، لوكا مودريتش على مشارف ال40 سنة كان عم يحرث الملعب أمام بطل الدوري الإيطالي نابولي وجلب الصدارة للميلان. كثير ناس انتقدت هذه الصفقة ومن ضمنهم جمهور الميلان، كيف بتجيب لنا لاعب عمره 40 سنة وخلص مودريتش انتهى ولازم يروح للدوري الأمريكي. ولكن الصدمة الآن ما في ولا ميلاني إلا وبيشكر ريال مدريد على هذا الساحر. كثير ميلانيين حاليا عم بيقولوا إنه من وقت بيرلو ما شعروا بهذا الأمان بخط الوسط إلا مع لوكا مودريتش. اللي ما بيعرف، ميلان لعب بنقص عددي من بدايات الشوط الثاني تقريبا، والنتيجة مودريتش كمل المباراة كاملة وقدم مجهود بدني جبار وكان ممتاز بالكرة ومن دونها. هل مودريتش فعلا أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم لياقيا؟ بعمر ال40 سنة هو أعلى لاعب تقييم في الدوري الإيطالي، وهذا جعل كثير من محبي الدوري الإيطالي يتأكدوا الآن إنه فعلا مودريتش بيستحق لقب أعظم لاعب وسط في تاريخ كرة القدم. لحد الآن مو فاهم سبب تخلص بيريز من لوكا مودريتش، إذا من الموسم الماضي واللاعب موافق إنه يكون دكة وأصلا كل ما ينزل يكون هو اللاعب الأكثر تأثير بالوسط، ينظم لك شوي العشوائية اللي تكون بالملعب. هذا غير إنه خبرة لوكا مودريتش كانت راح تفيد مدرب قليل خبرة مثل تشابي ألونسو، فمودريتش كان راح يكون بمثابة مدرب ثاني في الفريق.